السلام عليكم حبوباتي، ان شاء الله تكونوا مليح وانتم تشوفوا في لا فيديو تاع اليوم. ما تنساوش الصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا كنتي تشوفي فيا اول مره حبيبتي، ما تنساش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وديري لي جيم. هذا مكان كما راكم تشوفوا اليوم درت لكم تدبيره عشاء ساهل واقتصادي وبنته بنه وحدها. نروحوا للمقادير وطريقة التحضير، غادي تعجبكم وصفة نتاع اليوم. كما راكم تشوفوا انا درت حبات نتاع البطاطا على حساب افراد العائله. تقدري تكتري تزيدي كما كنت تشوفي. انا كثرت باسكو الحبات ما كانوش كبار، كانوا متوسطين، قل من المتوسطين، كانوا شويه صغار. قطعتهم كما راكم تشوفوا دوائر وحاولوا باش ترقوهم شويه صاي. وعندي 3 سنينات نتاع الثوم، وعندي حوالي 5 حبات متوسطين نتاع الطوماطيش اللي كنت رابيتها. كامل الكمية اللي عندك بنفس الطريقة. هنايا عندي حوالي 5 حبات نتاع طوماطيش اللي قلت لكم كنت ربيتهم، وغادي نزيد لهم 3 سنينات نتاع الثوم ونربيهم بهذه الطريقه اللي كنتم تشوفوا فيها. درت 3 سنينات عفوا. بهذه الطريقه باش تجي بنتها هايله. الثوم يزيد لها بنه على بنه بهذه الطريقه. وتزيدوا لها لي زيبيز اللي بغيتو. انا درت لها شويه نتاع راس الحانوت، ودرت لها ودرت الزعفران. قلت لكم الاول هنايا درت واحد المغرف صغيره قسمتها بين البطاطا ولاصوص للزوج، ملحتهم بهذه الطريقه. ولي زيبيز كما قلت لكم ليكم الاختيار، تقدروا ديروا حرور، راس الحانوت، كمون، الحاجه اللي عندكم واللي نتوما تبغوها. انا كما قلت لكم درت شويه تاع راس الحانوت وشويه تاع زعفران، هذا مكان، والملح وثلاث سنينات ثوم، هذا ما درت. لهنايا درت حوالي مغرف صغيره نتاع السكر باش تقلع عنا هذيك الحموضيه اللي تجي في الطوماطيش، باش تكسر لنا هذيك الحموضيه. ادخلطوها مليح هذوك المكونات مع بعضياتها كما راكم تشوفوا، وديروها بجهه. نروحوا للبطاطا تاعنا نخلطوها
نخلطوا هذاك الملح اللي درناه مليح مليح مع هذيك البطاطا بهذه الطريقه، وتجيبوا كوكيطه اللي تكون تتبلع، تكون تتبلع شغل البلع تاعها يتبلع، البلع تاعها يتبلع معليش. كيما هكا. اول حاجه درت هذيك البطاطا اللي قطعتها بهذه الطريقه، شوفوا كيفاش كيما هكا، ولا صوص ما طيبوها ما والو، كيما هكا ديروها فوق البطاطا بهذه الطريقه، وديروا حوالي نص كاس نتاع الماء، ما تكتروش الماء، كيما راكم عارفين الطوماطيش غادي تزيد تطلق هذاك الماء واللي يكون فيها وكل شيء، على هذيك ما تكتروش الماء، ديروا نص كاس يكفي. لهنا درت حوالي مغرف مشي معمره تاع دهان، درت غير مغرف صغيره هكا وزعما وقطعوها فوق وفتوها شويه فوق هذيك البطاطا تعطيكم واحد البنه، وهذه خطوه اختياريه، تقدروا ما ديروش الدهان ما ديروا ما والو، مهم غادي تعطيكم بنه هايله للبطاطا تاعكم بهذه الطريقه. وديروا هذيك لاصوص توزعوها كامل على هذيك البطاطا بهذه الطريقه، شوفوا كيفاش توزعوها كامل وما طيبوها ما والو، كيما هكا ديروها فوق البطاطا هي غادي تطيب في الكوكيطه كيما هكا، وتبلعوا عليها وديروها فوق النار ناقصه وتبلعوا عليها بشغل، تبلعوا عليها مليح كيما هكا، وطيب لكم حوالي 15 دقيقه، 10 حسبوا لها 10 دقائق، نحوها ضيفوا لها قيس 3 مغارف نتاع الزيت، وعاودوا بلعوا عليها وخلوها تزيد 5 دقائق واحده اخرى صاي، وبداو تحركوا فيها بهذه الطريقه خطره على خطره، حركوها كالكوكيطه كامله باش ما تلصق لكمش، ولا هي ما غاديش تلصق، مهم خطره على خطره حركوها. لهنا بعد ما طابت لي الاضافات هذو يبقاو اختياريين، تقدروا غير هكا وتاكلوها، قلت لكم تجي بنينه بنينه. درت لهنا حوالي حبه بيض واحده، الا عندك البيض زيدي قيسي 2 3، انا قلت لكم درت حبه واحده نتاع البيض، ودرت شويه نتاع الفرماج من الفوق، وهذه خطوه اختياريه، تقدروا ديروا غير البيض وتاكلوها وحدها كما هكا، قلت لكم تجي بنينه 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 بهذه الطريقه. وقطعت شويه نتاع المعدنوس ودرتو فوق هذاك الفرماج، ونقصت للنار وبلحت عليها بصح ماشي باحكام، باش غير حطيت البلاعه الغطاء هكا فوقها وصاي، وخليتي هذاك الفرماج يذوب. لهنا بعد ما طابت لي هذاك الفرماج كامل كاع يذوب، هذه تدبيرة عشاء توجدوها في وقفة وتجي بنتها هايلة، ما نقولكمش بنتها هايلة. جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم وتنال اعجابكم. هذا مكان، وتقطع لكم شغل دير لكم قيس زعما حشا كميه مليحه، وانتم تتحكموا بالكميه نتاع البطاطا والطوماطيش نتاعكم، الا كنتو زعما ماشي بزاف في الدار ديري غير 3 حبات متوسطين، والا كنتو بزاف كتري. هذه هي انا حطيتها كامل هكا في الطبسي، شوفوا كيفاش تجي، قلت لكم تجي بنينه بنينه. وهذو الفرماج وكل شيء تقدروا ما ديروهمش بلا فرماج عليها وتجي بنينه كيما هكا. كيما هكا قلت لكم انا حطيتها كامل زعما حطيتها كاع في الطبسي. شوفوا كيفاش. درك ما عليا الا نقول لكم الى اللقاء، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.